رأيي مش مشهور في مصر، وانا عارف ان انا هاكل عليه ضرب بسبب الابهات والامهات على اللي انا هقوله ده. انت امتحانات ثانويه عامه داخله عليك خلاص وفاضل شهر على الامتحانات. لو ابنك بيجمع مذاكره في وقت قليل وهو نبيه وبيعرف يلقطها وهي طايره، ما تخلوش يذاكر كتير. لو خليته يذاكر كتير هو هيتدمر، لو خليته يذاكر كتير هو مش هيعرف يحصل، هيبقى بيقعد عشان يرضيكوا بس، وهيبقى الحصيله بتاعته في النازل. انت لو بتذاكر قليل وبتعرف تجمع، لو انت بتقعد في الدرس بتعرف تلقطها وتجيبها وهي طايره، ما تذاكرش كتير. كل واحد فينا عارف الطريقه الاحسن ان هو يذاكر. كل واحد فينا بيفرق عن التاني، واحد بيبقى مجهوده كبير جدا 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 بس تحصيله قليل فبيقعد يذاكر عدد ساعات كتير، التاني بيلقطها تك وهي طايره. خلاص انا لقطتها وعرفت، هقعد بقى اقعده واكرهه في الدنيا واقعد اخليه يذاكر 7 8 ساعات؟ ما هو لقطها من 7 8 ساعات وخلصت، لقطها من اول كلمه، فهتخليك كاره الدنيا وكاره المذاكره. لو انت بتلقطها وهي طايره القطها وهي طايره وخلصنا. لو انت بتعرف تذاكر كتير وتقعد على الكتاب لان انت ما بتعرفش تلقطها، اعمل كده. كل واحد فينا ادرى بطريقه مذاكرته.